السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم ويكبر بخواطركم ويسعدكم يا رب دايما وييسر لكم كل امر عسير. هنعمل النهاردة او بمعنى اصح كده انا عملت الكفتة ديت امبارح يوم الحد اللي هو يوم الاجازة. عملتها بكيلو رز وربع مفروم. وطلعت جميلة وزي الفل. عملتها وخزنت منها كمان. هنقول مع بعض دلوقتي المقادير وهنروح مع بعض كمان نعملها. هنشوف دلوقتي كل حاجة في الفيديو. هقول لكم المقادير. انا معايا كيلو رز غسلاه غسلة كويسة، ومعايا حوالي كده بصلتين كبار. البصل اللي عندي كان صغير، عملت 4 5 كده صغيرين بس ايه يعني في مقام بصلتين كبار. وعملت كده نص راس من التوم او حبة توم كده حلوين محترمين يعني. وخرطت عليهم كمان قرن شطة حراق. وهجيب كمان من السوق وانا نازلة يعني وانا راح اعملها وانا راح افرمها من عند الراجل بتاع اللحمة. هجيب كمان ربع كيلو فلفل واحط منه ربع كيلو فلفل احمر وهحط منه كمان. هنشوف كل حاجة دلوقتي. انا معايا دلوقتي حبة الخضرة دولت ب10 جنيه. اه والله ب10 جنيه. 5 حزم. الحزمة كده فيها يا دوبك عود واحد بس. جبتهم كده وطبعا غسلتهم وقطعتهم كده. وبعدين دلوقتي انا هحط بصوا التوابل اللي موجودة عندي دول كان اخر حبة فلفل اسمر. ماشي. وهحط كمان كزبرة ناشفة. وهحط كمان كمون. وهحط كمان معلقة كبيرة او حبة كتار كده من بهارات كفتة الرز. انا جايباهم ب5 جنيه، حطيت نصهم بهارات كفتة الرز. وطبعا حطيت الملح. وهنروح بقى نشوف هنعمل ايه عند الراجل الجزار بتاع اللحمة. اهو ربع كيلو اهوت والله. وجبت طبعا الفلفل زي ما انتم شايفين اهو. حطيت 3 أو 4 قرون كبار. علشان طبعا تخليها لونها احمر كده وتخليها طرية في نفس الوقت. ماشي. فرمتها الراجل الله يبارك له فرمها لي كذا مرة. كنت انا اول واحدة عنده. اول واحدة افرم كفتة كانت حوالي الساعة 10 الصبح او 9:30. فرمتها اهيت. وجبت كمان بالمرة كان اول يوم في الشهر امبارح. جبت التموين بتاعنا اوريكم التموين اهوت. بصوا احنا فردين يا جماعة. والله فردين بس. مفيش اي حد من ولادي نازل في التموين ولا اي حاجة. ازازتين زيت وكيسين سكر وباكو شاي و2 ماجي اهو. ده الحمد لله التموين بتاعنا اللي بيقعد طول الشهر معانا. بوريكم دلوقتي اهو احنا فردين بس فردين. الحمد لله. طبعا انا جبت التموين علشان ما كانش عندي زيت علشان هقلي بيه الكفتة. معايا بقى ايه طبق كده وهحط فيه شوية زيت او شوية زيت على مية. طبعا علشان الكفتة بتبقى معايا مش لينة. انا هقعد بقى ايه اخد يعني انا الاول بصراحة جبت حبة مية كده وقمت رشها عليها. حبة مية صغيرين كده حوالي معلقة مية كده. وقمت عجنتها ايه عشان كانت بتبقى ناشفة سنة. ما اكذبش عليكم يعني. وبعد كده صبعتها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو. بس لازم الاول اخد القطعة في ايدي وافضل كده اعصرها في ايدي كده شمال ويمين شمال ويمين كده علشان ما تبقاش مفرغة من جوه علشان ما تشققش معايا. دي خطوة مهمة جدا اللي احنا نمسك القطعة كده ونعصرها ما بين ايدينا كده زي العجينة كده ما هنيجي نعملها مثلا ايه قرص او اي حاجة. بصوا بنعملها بالحركة ديت كده نمسكها في ايدينا كده اهو. نطلع كل الهواء اللي جواها عشان ما تبقاش مفرغه وتشقق معانا. دي بقول لكم دي خطوه مهمه جدا اللي احنا لازم نعملها. بصوا بتبقى معايا وانا بعد ما اصبعها بتبقى متماسكه وجميله ازاي اهو. هعملهم كلهم بقى بالطريقه ديت كده زي ما انتم شايفين وهرجع لكم اهو. عملت الكميه ما شاء الله طلعت الكميه كبيره. انتوا عارفين بقى كيلو الرز وربع كيلو مفروم والحبة الخضرة اللي احنا عملناهم اهو. وكمان البهارات التوابل بتاعه كفتة الرز ديت كانت مخلياها ريحتها جميلة جدا جدا جدا. وكمان لما تكتروا منها طبعا علشان احنا ايه عاملين رز كتير. تحطوا التوابل بتاعتها تحطوا حبة كتار حلوين يعني ما تستخسروش فيها التوابل. دلوقتي بقى انا هشيل النص اللي في الصينية ده. هشيلهم وهعمل الكمية الكبيرة هشيلهم زي ما هما كده ايه في الفريزر. هخليهم طبعا مفردين عن بعض
عشان انا ما عنديش اطباق اللي هي بتتحط في التلاجة، اللي اطباق الفل ديت. ما عنديش، فحطيتهم في كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين كده. بس حاولت بقدر الامكان اللي هم ما يلزقوش في بعض. ولما جيت اعملهم، على فكرة انا طلعتهم وعملتهم تاني النهاردة من حلاوتها. طلعتهم وعملتهم تاني والله العظيم. الحبة دولت مع فاصوليا بيضة. تمام. عملت لهم حله كده محترمه هتكفينا يومين، بالفاصوليا البيضه وحبه الكفته دولت. طلعتهم وسبتهم يفكوا وقمت قليهم اهو. خلينا بقى في اللي احنا عملناه امبارح، الكفته، حبه الكفته الكبار دولت. دولت كانوا اكتر من التانيين. انا بحس ان انا اول مره اعمل كفته يعني كده. اول مره يعني بقالنا كتير ما عملناش كفته. فعلشان لو حد خد منهم صباع ولا اتنين، انتوا عارفين الولاد بقى بيحبوا ياكلوها كده وهي طالعه لسه من على الزيت. بيحبوا ياكلوها كده، فقلت اعمل كميه كبيره واعمل حسابي علشان يتبقى شويه حلوين وانا ايه لما اجي اعملهم بالصلصه. بصوا شايفينها لما بحطها في الزيت ما بتتحرقش ولا حاجه، وبتبقى متماسكه وما بتفكش معايا وبتستوي بسرعه. ليه بقى؟ علشان احنا مش مكترين الخضره بتاعتها لما بتبقى كتيره. الصباع او الكفته نفسها بتتحرق لما بتيجي تقليها في الزيت. وبصوا متماسكه، هطلعها لكم دلوقتي هتلاقوها متماسكه وما فكتش ولا شققت ولا اي حاجه، الحمد لله الحمد لله. اهو بصوا اهو. وبرده ما بتاخدش وقت وما بتشربش زيت خالص. يعني انا عملت الكميه في الطاسه ديت، قلت ايه علشان الزيت برضو. قلتهم في الطاسه الصغيره ديت علشان احكم برضو كميه الزيت اللي انا هحطها وما هقدرش في الزيت، علشان الزيت طبعا يكفيني ايه اطول فتره ممكنه طول الشهر. بصوا ما بتشربش زيت خالص نهائي نهائي نهائي. اهو ما شاء الله اتقلوا بسرعه. وهوريكم برضو الكوبيبه. احنا ممكن نعمل كمان، انا ما شاء الله علشان احنا يعني عيلة كبيرة. يعني مثلا قولوا 7 افراد كده. فعشان كده عملت الكمية الكبيرة. انتوا ممكن تقسموا الكمية على 4 مرات او على 5 مرات كمان على حسب افراد الاسرة. وممكن كمان انا عملتها النهاردة كده من غير بطاطس ومن غير اي حاجة. ممكن تحطوا تزودوا بطاطس تزودوا الكمية. تمام. يعني ممكن الكيلو دوت كيلو الرز اللي احنا عملناه وربع كيلو اللحمة ممكن يكفينا يا جماعة 4 أو 5 طبخات، ويكونوا طبخات حلوة كمان، يعني كمية كبيرة ما شاء الله. فاهمين؟ ما تعملوش على مرتين، يعني أنا عملتها على مرتين علشان احنا يعني الحمد لله أسرة كبيرة. لو أسرة مثلا 4 أفراد اعملوها على يعني على 4 مرات. بتبقى يعني بتبقى كمية كويسة كمان. هنعمل بقى دلوقتي الصلصة بتاعتها. بصوا بنفس الزيت خدت حبة كده من الزيت اللي انا قليت فيه. طبعا فيه ريحة الكفتة وفيه ريحة التوابل بتاعت الكفتة، ريحته حلوة. هيدي برضو الصلصة طعم وريحة حلوة. وكان عندي حبة طماطم في الفريزر اللي انتوا شايفينهم دولت اهو. اهو كنت عاملة اكل يعني ودول اتبقوا منهم. وغليت مية كده هعمل التسبيكة بقى بتاعة الكفتة اهو. طبعا وحطيت حبة كمون وحطيت حبة توابل كمان، خليتها زي العسل وخليتها ريحتها جميلة جدا. التوابل دي بتاعة كفتة، انت تروحي تقولي للراجل اللي هو العلاف يعني تقولوا له عايزة مثلا ب5 جنيه بهارات كفتة رز. البهارات كفتة الرز غير الكفتة العادية اللي هي الكوبيبة اللي احنا بنعملها العادية دي من غير الرز. لازم تقولوا له بهارات كفتة رز، هيديها لك ريحتها جميلة وطعمها بتخلي الاكل بصراحة جميل جدا. وعملت جنبيها كمان 2.5 كوباية من الرز الابيض. عبال ما الرز استوى يا جماعة الكفتة كان استوت، مع ان الكفتة ديت انا عاملاها كفتة جملي. تمام. الكفتة دي انا عملتها باللحمة الجملي. يا دوبك خدت لها غلوتين ووطيت عليها لقيتها استوت. يعني انت لو عملتيها بالمقادير بتاعتي ديت اللي انا عاملاها خلي بالك من السوا بتاعتها، هي ما بتاخدش سوا كتير. بقولك يا دوبك غلوتين كده على نار عالية، وبعد كده هديت لها العين حوالي 5 دقايق استوت معايا على طول وبقت زي الفل. طبعا استوت معايا ليه؟ مع اني انا عاملاها بلحمه جملي استوت معايا علشان طبعا كميه الرز كبيره ومش هتبان في الاكل، بالعكس طعمها جميل جدا. يعني مش هتبان اللي انت عامله رز بس او حاجه كده معجنه، لا، طعم اللحمه فيها موجود فيها. بس والرز اهوت زي ما انتوا شايفين بقى والله المستعان كده نقدر نستر بيوتنا دايما يا رب. ما تنسوش في اللايك يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.